الإنسان بطبعه ما بيشبعش من الفلوس، ما بيشبعش من العلاقات مع الناس والصحاب. لو جيت تسأل أي واحد من فترة عن إيه هو حلم حياتك، لو كان شخص فقير وبسيط وعلى قده، هيحلم بعيشة كويسة، بعربية، بشغلانة كويسة. ده هيبقى آخر طموحاته يعني. لو بعد فترة من الزمن حصل ده وبقى معاه الحاجات دي، مش هينتهي سقف طموحاته ولا أحلامه على كده. لو جيت تسأله وتقوله انت حققت اللي انت كان نفسك فيه من فترة، نفسك فيه دلوقتي؟ هتلاقيه بيقولك ان نفسي ابقى رجل اعمال وصاحب شركات ويبقى له البيزنس الخاص بتاعه ويشغل مع ناس ويبقى راجل علاقاته اكبر واوسع في المجال، سواء بقى اذا كان تجارة او صناعة او ايا كان هو ايه. فمن طبيعتنا ان الانسان ما بيحبش ان هو يقف عند سقف طموحات، وهو ده كويس في حد ذاته، لانك انت لو وقفت عن سقف طموحات معين انسى انك تكمل وكل هيسبقك. يعني لو في سبق ما بين مجموعة اشخاص، لو في واحد فيهم اتوقف وهو كان الاول، فبالتالي مش هيوصل لان هيسبقوا كل اللي حوالين منه. يعني الراجل اللي بيبقى عنده شركة ناجحة وفي سباق مستمر مع الشركات التانية، لو فكر او اعتقد ان في يوم من الايام ان هو كده خلاص حقق التارجت بتاعه في السنة دي، وجي السنة الجاية قالك انا على اساسه برضو انا كده نجحت السنة الجاية، هو مش شايف ومش عارف اللي بيفكر فيه المنافسين. هو وقف، التانيين كملوا، هيتفاجئ على اخر السنة اللي جاية انه اقل واحد في السوق. فانت خليك كده سقف طموحاتك ما يقفش. هي عموما النفس لو هتدور على اشباع النفس مش هتشبع، لان النفس بتحب كل يوم في تقدم وفي تزايد. واهم حاجة في كل ده، ما تدورش على صراعات الحياة فقط، دور على ارضاء ربنا الاول، وبعد كده دور على صراعات الحياة براحتك. فلوس بقى، تجارة، مشاريع، اي حاجة انت كنت بتحلم بيها، لاني معاملتك كويسة مع ربنا وعلاقتك كويسة بيه هي اللي هتوصلك وهتنجحك في كل الحاجات اللي انت بتحلم بيها. فما تقوليش بقى انت جبتها صياعة او جبتها علاقات او جبتها تشغيل دماغ. فما فيش حد بيوصل بالطريقة دي، لان الكل بيوصل بتوفيق ربنا وبرضا ربنا عنك، هو اللي يوصلك للحاجة اللي انت بتحلم بيها والحاجة اللي انت بتتمناها. وناس كتير جدا كانت بتحلم بشقة بس، ربنا ادهم فيلا واتنين وعمارة وبرج وربنا رضاهم، لكن هما ناس كويسين مع ربنا وبيجروا على مصالح غيرهم. دي حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا، انك تسعى في مصالح الناس. بمعنى تشوف غيرك محتاج ايه، ولو في استطاعتك تعملوله اعملوله. مجرد حاجة بسيطة بالنسبة لك بس بالنسبة له صعبة جدا، نفس الحكاية هتحصل معاك. حلمك اللي انت بتجري وراه ده بالنسبة لحد تاني هو سهل جدا، فممكن يساعدك فيه. فهي كده، ساعد اللي اصغر منك واللي اكبر منك يساعدك. اقف مع اللي اصغر منك، هتبص تلاقي ربنا بيبعتلك اللي يقف معاك ويساعدك وممكن يشاركك كمان. انت متوقعش اي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى أدرى باللي جوانا أكتر مننا. في آية في القرآن بتقولك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد ده اللي هو اللي موجود في القلب.
فما تحسبهاش كتير وما تفكرش كتير وما تخزلش. قوم واشتغل واجري مشروع تاني، خسرت كمل. هي الحياة كده، حياة عايزة منافسة وعايزة جري وعايزة سباق مع نفسك قبل مع أي حد. وزي ما غيرك وصل انت تقدر توصل. وغالبا معظم الناس اللي هم أصحاب شركات دولا بدايتهم ما كانش معاهم حتى ممكن يشتري منتج من المنتجات اللي هما بيصنعوها دلوقتي. فهي أرزاق، أرزاق ومقسمها الخلاق. وما تحطش الناس في دماغك زيادة عن اللازم، ان هما ظلمة، ان هما بينكروا الجميل، ان مفيش حاجة اسمها حب اصلا، كله مصالح. فكل الحاجات دي موجودة، كل الحاجات دي موجودة يوميا. محدش بيشتري خاطر حد. كل ما الحياة بتقسى على الناس زيادة، كل ما الناس تبدأ تفكر في نفسها أكتر. زي ما انتوا شايفين الصعوبات اللي احنا عايشين فيها والأزمات اللي عمالين نعدي بيها. فبالتالي يعني زي حالك زي غيرك. انت النهاردة ما فضيتش لغيرك، لأن انت انضغطت في الحياة. كلنا انضغطنا في الحياة. انت بقيت بتشتغل شغلانة ما بتكفيش، بتشتغل غيرها. كمان فترة من الزمن التانية مش هتكفي، هتشتغل غيرها. فهتبص تلاقي نفسك شغال 3 شغلانات. تبقى فاتح مشروع أو بيزنس وشغال في شركة تانية مثلا عند أي رجل أعمال، وبتحاول تكبر البيزنس بتاعك وانت شغال شغلانة تالتة أصلا. فاهمني؟ فحاول تصلح من نفسك أوي الفترة اللي جاية دي عشان تقدر تنجح. وملكش دعوة بتوع الأبراج والفلك دول. يقولك ده مواليد شهر الثور السنة دي هيبقوا أغنياء جدا. أغنياء منين وانت نايم تحت البطانية؟ أن ليس الإنسان إلا ما سعى. متنسوش تعملنا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على النبي في الكومنتات ولايك على الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.